سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على عيون حبايب قلبي الغاليين. النهارده جايلكم فيديو جديد هيعجبكم ونور رضاكم، بس لو أول مرة تشوفوني وتشوفوا القناة يلا بسرعة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس يوصلكم الجديد إن شاء الله. اكتبولي كومنت محفز يشجعني ويخليني نقدم معاكم كل جديد ومفيد إن شاء الله يا حبايب قلبي. يلا بينا كده نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف فيه تفاصيل جميلة جدا هتعجبكم، فخليكم معايا من أول الفيديو لآخره إن شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على النبي ونبدأ بذكر الله ولا بذكر الله لتطمئن القلوب. زي ما انتم شايفين كده حبايبي انا كنست السطوح، وده طبعا مش يعني السطوح ده لو انتوا شفتوه هتقولي انت بقالك اسبوع يا امل ما كنستهوش. والله يبقى مش اسبوع ولا حاجه ما كنستهوش. انا دلوقتي بنكنس يوم ويوم السطح علشان خاطر انا عندي خرفان على السطح مطلوقين كده على السطح، فما ينفعش ان انا نسيب السطح موسخ، وهم طبعا بيبهدلوا البرسيم والغش، وكمان المخلفات بتاعتهم بتبهدل السطح جامد، فما ينفعش ان انا نسيب السطح فاضي. طبعا الحاصل هنا ما كانش فيه بط ولا كان فيه طيور خالص، انا كان عندي شوية بط بس الحمد لله اتكل على الله ماتوا. فالله المستعان، يعني ربنا يعوض علينا. وكمان العلف اليومين دول غالي جدا، فالواحد ما بيشتريش اساسا طيور. ما عنديش غيرهم كام بطايه كده يعني كبار شويه، والفراخ اللي هي البلدي. فان شاء الله ناويه نجيب شويه فراخ بلدي حلوين كده نربيهم، بس يعني ايه ربنا يسهل الحال وييسر الامور كده، علشان طبعا الطير عايز اكل، ما ينفعش ان انت تجيبي طير وما تربوهوش وتاكليه كويس. هنا بقى يا حبايبي رحت الصاله، وبرده زي ما انتم شايفين كده هي الصاله نظيفه، بس المشكله ان هم مطلوقين في الصاله، فبتبص تلاقيهم بيبهدلوا كل مكان. الأوضة مبهدلينها والصالة مبهدلينها. ده طبعا اللي هو التبن، اللي هو تبن الغلة حبايبي. في كمان التبن اللي هو بتاع الفاصوليا بنحط لهم برضو منه. ده بقى ايه البرسيم. هنا القفص دوت انا عاملاه كده علشان نحط لهم البرسيم فيه عشان ما يبهدلوش الدنيا منه، وبرضو مبهدلين الدنيا زي ما انتم شايفين كده. نبدأ بقى ان انا نلم كل دهوت وننضف السطح كويس، علشان طبعا لازم يكون ايديا وتنظيف في السطح على طول. هنا زي ما انتم شايفين كده الأوضة اللي هي قصادكم دي اللي عليها الخشب دي، الباب الخشب، انا عاملاها كده علشان خاطر ما يخشوش جوه عند الفرن ويوجعوا لي الفرن وكده. امل طبعا كانت عايزه تقعد على البرميل، طلعتها كده قعدتها البرميل ده انا حطاه هنا وقلباه كده عشان ما نخرط للطير الصغير الايه البرسيم يعني عليه. لما بنحطش البرسيم وهو كده ايه كبير، لا بنحطه متقطع علشان ياكله كله. وهنا لميت طبعا شويه الغش اللي على البرسيم اللي على الكنسة والبرسيم وكده، وبنحدفهم فوق العش عشان بنعمل لهم ايه اعادة استخدام كده ونولع بيهم الفرن، او ممكن لو نضاف بنحدفهم فوق برضو والايه الخرفان ياكلوهم تاني. شايفين شوية الكنسة مش كتير خالص، يعني هما ما يجوش كمان نص الجركن اللي معايا ده، لكن طبعا لازم نغسلهم على طول، نكنس على طول طبعا. هنا طبعا هنبدأ بقى ناخد امل ننزلها كده من على البرميل عشان ننزل، هي مش راضيه تنزل واديتها بوسه كده علشان خاطر تقوم بالعافيه يعني. يلا بينا بقى نخش كده نغسل ايدينا وننضف نفسنا وبعد كده نعمل الاكل بتاعنا. هنا بقى يا حبايبي دخلت المطبخ، وطبعا هنعمل اكله كده نطبطب بيها على نفسنا، اكله حلوه كلنا بنحبها. اول حاجه هنبدا بيها اللي هو الكاتشب. هنعمل كاتشب كده جميل على ايدينا في البيت، ما بنحبش نجيب الحاجه اللي من بره. هنا حطيت طماطم، حطيت بصل، حطيت كام فص من الثوم، وكمان قرنين من الفلفل بالشكل دهوت، وحطيت عليهم مكعب شوربه دجاج ومعلقه كبيره من السكر زي ما انتم شايفين كده، علشان طبعا تعمل التسكيره اللي بتبقى في الايه في اللي هو صوص الكاتشب كده. وحطيت الفلفل والكمون وشويه بهارات حلوه كده، وكمان حطينا ملح زي ما انتم شايفين كده، وقلبناها تقليبه. وبعد كده هنبدا ان انا نسيبها بقى لما تطيب شويه كده مع بعضها، وهنضربها في الخلاط بعد ما تطيب على طول زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام.
هنسيب بقى ده كله وهنروح نعمل الحشوة بتاعتنا. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل شوية زيت كده على قطعة زبدة حلوة كده، وهنعمل البيتزا. هنعمل بيتزا بحشوات جميلة هتعجبكم، وحشوات متوفرة في البيت. حاجة جميلة كلنا بنحبها وسهلة. معايا هنا فلفل اخضر، معايا كمان بصل. انا عاملة كمية بصل كبيرة علشان انا منحبش نحط البصل على البيتزا ني. تمام. حطيتها كده بشرتها كويس، نعمتها، ما بنحبهاش تكون نية فبنطيبها. وكمان بنعملها يعني ما بتكونش باينة خالص في الايه، في البيتزا. ما بنحبش قطع البصل تكون كبيرة يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. فصلت معاكم الفيديو لغاية الأذان ما يخلص بس، وبعد كده رجعت لكم تاني. تمام. زي ما انتم شايفين كده خلصت بقى ايه، حمرت البصلة كده شوية. وطبعا ايه هنركنها على جنب كده لغاية ما تتحمر معايا كمان شوية. مش هن ايه نحط عليها بقى هنا قطع معايا بقى. يعني بصوا دول بيبقى حاجات فاضلة عندي في التلاجة. معايا هنا مثلا صدر فرخة مقطعاه، معايا شوية كبد مقطعاهم. اي حاجة من كده عندي بنقطعها بالشكل ده ونحطها. ماشي. يعني قطعة فرخة كده، حتى لو فراخ طيبة او لحمة طيبة برضو بنحطها في كيس كده ونخزنها لغاية ما ايه، ما نحتاج نعملها اي اكلة بقى. فطبعا ايه، بعد ما خدت اللون كده ولونتها شويه، وبعد كده ابتديت ان انا ندخلها مع البصل والفلفل بالشكل دهوت. طبعا علشان خاطر تطيب كويس هنسيبها طبعا ايه، نحط لها التوابل بتاعتها. هنحط لها مكعب شوربه دجاج، ده طبعا نص المكعب مش مكعب كامل، عشان انا برضو ما بنحبش نحط مكعب الدجاج كتير، يعني ما بنحبش نحط كتير على الاكل بتاعي. تمام. هنوطي عليها النار بقى ونحط لها التوابل، ملح، وهنحط لها كمان شويه فلفل وكمون بالشكل دهوت، وشويه توم باودر، شويه لو عندك بصل باودر حطي، النكهات اللي انت بتحبيها حطيها. انا والله ما حطيت غير فلفل وكمون وشويه توم باودر عشان كان عندي. تمام. وغطيت كده بقى عليها، وهنسيبها بقى تاخد مع نفسها وتدي لغايه ما تطيب وتنشف كده من الميه بتاعتها شويه، ما تكونش فيها ايه يعني صوص. وكمان مش عايزاها تكون ناشفه جامد، يعني ايه، يكون يدوبك هاديه كده. فانت هتعملي ايه، هتهدي عليها النار وتسيبيها لغايه ما تطيب معاكي بالشكل ده. شايفين بقى شكلها جميل ازاي، والريحه بقى بصوا ما نقولكمش، حاجه كده تفتح النفس. بصوا انا عايزه نوريكم بس، وعايزه نشممكم الريحه. يا سلام لو الكاميرا بتبين الريحه، كنتوا هتشموا الريحه جميله جدا، وحاجه تفتح النفس كده من الاخر. والله العظيم كانت جميله. ودلوقتي بقى هنبدا ان انا نجرس العيش او نقطع اللي هي الايه، البيتزا بتاعتي. العجينه يا جماعه تاهت مني ساعه ما كنت بنعجنها، مش عارفه راحت مني فين. فالمهم يعني الفيديو ده راح مني فين، فانا هنقول لكم انا حطيت ايه عليها. حطيت بيضه واحده، حطيت معلقتين من الزيت، لو انت عندك زيت زيتون حطي، لكن ما عندكيش زيت زيتون او زيت ذره. انا عملت هنا بزيت عادي خالص، اللي هو زيت النباتي بتاع التموين والله. آه ما بنحبش نكدب عليكم، خلينا ايه كده طبيعيين، وعلى يعني زي ما احنا كده. هنا جبت الصينيه الكبيره بتاعه الكحك اللي احنا بنعمل فيها كحك العيد، وهنبدا ان انا ندهن كده الايه الصينيه بتاعتي بالزيت. لازم ندهنها كويس علشان خاطر زي لما نحطها ونيجي ايه نطلعها ما تلزقش مننا في جعر الصينيه، ويكون كمان الجعر بتاعها احمر وجميل كده. هنا قطعت البيتزايه كبيره جنبه علشان خاطر هنعملها كبيره يعني. تمام. وابتديت ان انا ايه نخرمها كده زي ما انتم شايفين كده. لازم التخريم ده علشان طبعا فيها خميره، وما ينفعش ان انت تجيبي معاك. شايفين بقى الكاتشب بتاعنا جميل ازاي ولونه جميل. حطيت طبعا عليه معلقتين من الزيت وخليته وضربته في الخلاط وخلاص. عندك بقى اللي هو ايه الزعتر، تحطي زعتر، يا سلام على الزعتر بقى مع الصوصات ديت جميله جدا. وكمان على العجينه بتاعه البيتزا بتبقى جميله وحاجه كده تفتح النفس. وابتديت بقى نحط الحشوه بتاعتي بالشكل دهوت. هنزل الحشوه زي ما هي كده ونفردها على البيتزايه كلها. وابتديت بقى نحط فلفل وشرايح طماطم وشويه زيتون، ولو في حاجه ما بتحبهاش ما تحطيهاش. تمام. وخلاص كده تمام. هنعمل بقى كمان بيتزايه اهي عملتها، اللي هي باللانشون او السوسيس، اي حاجه عندك يعني، اي حشو ان شاء الله، حتى لو خضار بس او لو جبن بس. بص شكل البيتزايه حاجه تفتح النفس، وهما اتنين كبار بس لكن يعشوكي ويشبعوكي كمان. شايفين بقى صوص الكاتشب زي ما انتم شايفين كده، حاجه بصوا تحفه.
والله العظيم جميل جدا واحسن وانضف من اللي انت بتعمليه بره، وريحته جميله وطعمه جميل. يعني انا بنعمل كتير وولادي ما شاء الله بيغمسوا بيه، بيحبوه اصلا، وطعمه بيبقى فعلا يفتح النفس احسن من اللي انت بتشتريه بره ومواد حافظه وكلام من ده. شايفين البيتزا بقى في الفرن حاجه تحفه، حاجه تفتح النفس. طبعا ابتديت ان انا ولعت عليها كده من فوق ومن تحت في الفرن الحديد او في الفرن الكبير عندك. ما عندكيش بقى غير الفرن بتاع الغاز، ممكن بقى ايه تعملي عليه عادي برضو اللي هو الفرن بتاع البوتاجاز يعني. بعد ما طيبتها كده حطيت عليها الجبنه، ما رضيتش نحط الجبنه من الاول علشان الجبنه تكون مطه معايا كده وسايحه وايه وتعمل كده طعم حلو جدا. لكن لما بتحطيها في الاول وتطيبيها بتنشف الجبنه وما بتعملش المطه بتاعتك. شايفين كده. طبعا انا حطيت الجبنه اللي كانت عندي، ما اشتريتش برضو، ما كلفتش نفسي كتير يعني. تمام. فايه زودي انت بقى من الجبنه طبعا ما عندك او كده. يعني كل واحده على قد امكانياته. شكل الجبنه شكل البيتزا جميله جدا، واقسم بالله كانت ريحتها وطعمها ما في حل بعد كده. وشايفين البيتزا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن حاجه جميله اهي، طريه جدا. العجينه بتاعتها طبعا ما كنتش عارفه نمسكها اصلا، كانت سخنه، لكن والله العظيم كانت جميله. وبصوا لون العجينه من تحت لونها جميل ازاي، اصفر وجميل، وكانت طريه ويعني هشه كده. بصوا جميله جدا. انا عايزه اوريكم الجبنه وهي بتمط، بس ما كنتش عارفه نمسك العجينه من سخنيتها لانها كانت لسه طالعه من الفرن. انا جبتها بقى بالمقص كده. عندك بقى القطاعه بتاعت البيتزا قطعي، المقص قطعي، السكينه قطعي، المهم ان احنا بالبيتزا بتاعتنا جميله جدا. اهم حاجه بصوا شكل البيتزا قطعه جميله جدا، وبصوا مشبعه يعني. حاجه كده تحفه. اتعشينا يوميها وفضل منها تاني يوم. يعني حتى الحروف بتاعتها بتتاكل، لو هي حتى ما فيهاش حشوه بتتاكل علشان طبعا طيبه ومتحمره كويس. شايفين الجبنه بقى وهي سايحه حاجه جميله. يا رب تعجبكم وتنول رضاكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم الجديد مني ان شاء الله. كومنتوا محفز كده بدعوه حلوه منكم علشان تفرحوا قلبي، وربنا يا رب يجعلكم على طول سند ليا. بحبكم في الله يا احلى اخوات.